شكرا سعد. معنا في هذه اللحظات الكابتن ياسر القحطاني. بداية نرحب فيك عبر شاشة السعودية الرياضية، ألف مبروك، 3 نقاط هامة للفريق الهلالي. الهلال يستعيد نغمة الانتصارات في فريق مباراة اليوم. تقييمك لأداء الفريق في مباراة اليوم؟ الحمد لله رب العالمين اولا واخيرا. اعتقد اول شيء احب اشكر شقيقنا النادي الاهلي على المباراه اللي ارتقت الى الروح الرياضيه العاليه. قدرنا الحمد لله احنا نسيطر على المباراه من بدايتها، سجلنا هدف، عززنا بثاني، قبلنا هدف، اربك صفوفنا، ولكن الحمد لله قدرنا نرجع للمباراه بهدف ثالث ونامن الفوز الحمد لله. طيب كابتن ياسر، يعني بين الشوطين كان هناك يعني ايعاز معين من المدرب، لان شاهدنا الهلال في المستوى في الشوط الاول قدم يعني مستوى متوسط، في الشوط الثاني قدم المستوى والنتيجه. لا شوف، انا اعتقد انه مستوى الهلال في المباراه هذه ككل يعني بالشوط الاول والثاني كان متوسط، يعني مو بالمستوى اللي احنا نطمح له، ولكن في النهايه انت زي ما انت عارف هذا الدوري وكل مباراه تعتبر بالنسبه لنا مباراه نهائيه، خصوصا بعد تعثر شقيقنا الشباب امس. اليوم مستوى الهلال ما كان المستوى اللي هو الهلال يعني، ولكن كانت حضور الاهداف وكان المحافظه على النتيجه والثلاث نقاط هي الاهم بالنسبه لنا. اعتقد انه الجمهور الهلالي صراحه الوفي اللي قاعد يحضر بكثافه في جميع المباريات كان يستحق ان احنا ولو نشكره ب3 نقاط. ياسر، هذه اجمل هديه تقدمونها الامير نواف بن سعد بعد وصوله بالسلامه. اكيد يعني وجود الامير نواف بن سعد ورجعته معنا له الاثر الكبير في نفوسنا، الحمد لله رب العالمين. ابو سعد فال خير علينا وقدرنا نحقق 3 نقاط. الف مبروك. شكرا. نعم متابعينا الكرام، كان هذا الحديث